في عمارة في الإسكندرية الناس بتعدي من جنبها ومش بتبص عليها تاني. بيقولوا اللي بات فيها ليلة ما بيرجعش طبيعي تاني. أصوات في الضلمة ومية بتتحول لدم، وناس شافت حاجات عمرها ما قدرت تنساها. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان كل جديد. في الإسكندرية مدينة البحر والضباب، أماكنها الجميلة مليانة تاريخ، بس في زاوية واحدة من المدينة على طريق الحرية في حي رشدي في بناية عجيبة اسمها عمارة رشدي، ولا حد يجرب يسكن فيها. بيقولوا إن اللي بيسكنها ما بيكملش. اللي هحكي ليكم مش خيال، دي الحكايات اللي اتقالت من زمان، روايات ناس سمعوها في الشارع وفي الصحف، واحنا هنفتح كل زاوية في الحكاية خطوة بخطوة. عمارة رشدي اتبنت سنة 1961. مالكها الأصلي كان اسمه عادل الصبوري. كان عايز يبني عمارة سكنية، وكان هدفه يبني مكان عالي. بس مع الوقت المشروع اتلخبط، تراخيص اتأخرت، والحي رفض تغيير نوع العقار من سكني لفندقي، وبالتالي المبنى وقف نصه فاضي، ومحدش رجع يكمل البنا لسنين طويلة. العمارة واقفة نص تشطيب وكأن المكان مستني حد. الناس في الحي بدأت تنتبه، المبنى واقف فاضي بيخوف اللي بيعدي، والأبواب والشبابيك كلها مقفولة، والضباب حوالين المكان بيخلي ليه جو غريب، والمية بتتجمع قدامه بعد المطر كأنه مكان متربص. ما كانش حد بيجرب يسكن في العمارة، اللي حاول ما كملش، وبيحكوا عن حاجات ما تتفسرش بسهولة. في روايات قالت إن عامل كان بيشتغل في البناء وقع من فوق وهو شغال، وده خلى الناس تربط المكان بحاجة غريبة سيئة. وفي حد تاني قال إن المبنى اتبنى فوق حتة أرض كانت قبور قديمة، وده سبب لعنة متمسكة في المكان. لكن مع الوقت الأسطورة دي توسعت، وبدأوا الناس يقولوا إن المكان مسكون بالجن والعفاريت، وإنه بيطلع أصوات غريبة في نص الليل، وبيحصل فيه أحداث غامضة كل ما حد يقرب منه. واحدة من أشهر الحكايات الفظيعة قصة العريس والعروسة، اللي اتقال إنهم حاولوا يقيموا ليلة زفافهم في الشقة جوه العمارة، وبيحكوا إن أول ما دخلوا العريس راح الحمام، وبعد شوية المية اللي خرجت من الحنفية اتحولت للون الأحمر زي الدم، وسمعوا صوت صرخات ملهاش أي تفسير. وتاني يوم صحيوا مش فاكرين أي حاجة، ومغرغرين في الهدوم، والرعب مخليهم مش عارفين يتكلموا. القصة دي مش مؤكدة رسميا، لكن اتقالت كتير جدا وسط الناس، وكل واحد بيزيد عليها جزء مختلف. وهنا بقى بيتنقل الكلام من مجرد شائعة لأسطورة بتخوف الكل. بعد ما العمارة فضت سنين طويلة، الجيران ابتدوا يسمعوا حاجات غريبة، مش مجرد أصوات، لكن مرات شافوا ضوء في الطوابق العلوية، حركة شبابيك مكسورة، أحيانا حتى أبواب بتتقفل لوحدها. وده كله اتسجل في شهود عيان. طبعا مش كل حاجة لازم يكون ليها تفسير خارق، ممكن الرياح تدخل في فتحات العمارة وتعمل صوت خطوات، أو ممكن الظلال تتحرك بسبب القمر. لكن في شهادات كتير ناس حست بشعور مرعب، كأن في حاجة موجودة وبتراقبهم، وده فرق بين الخيال والمنطق. في واحد من العمال اللي اشتغلوا في ترميم العمارة قبل السكن قال إن في ليلة وهو شغال في الطابق الرابع سمع صوت راجل بيضحك من الممر، ولما لبس المصباح ولفه ناحية الصوت مفيش أي حد، بس حس إن الجو كله اتجمد، وريح باردة جت من غير أي سبب، وحاسس كأن في حد واقف وراه. الخبراء بيقولوا إن المباني المهجورة ساعات بتحجز الرياح جواها، وده بيخلي الأصوات تتردد بشكل غريب. لكن العامل حس بالرعب، وده حقيقي لأن الدماغ البشري بيتفاعل مع الظلام والصمت، وبيدي إحساس بالخطر حتى لو مفيش حد موجود. في حكاية تانية إن بعض السكان السابقين لاحظ إن في نص الليل أصوات أطفال بيضحكوا، وأحيانا بيسمعوا صراخ مع إن مفيش أي حد ساكن هناك. البعض بيقول إنها إشاعة، لكن شهود كتير أكدوا سماع الأصوات دي. علميا الأصوات دي ممكن تكون انعكاسات صوتية من الشارع أو المباني التانية، أو حتى الحيوانات الصغيرة. لكن الموقف اللي حسوا بيه السكان هو شعور رعب حقيقي، وده اللي خلى القصة تكبر وتنتشر.
من أشهر الحكايات اللي اتقالت عن عمارة رشدي هي قصة الدم في الحنفية. حد حاول يفتح الحنفية في الشقة وطلع دم بدل المية، واللي شافوا الموقف اتصدموا، والناس حولوا ده لأسطورة مرعبة. ممكن يكون اللي حصل ده بسبب الصدأ أو البكتيريا في المواسير القديمة، المية تتحول للون الأحمر. لكن الشهود اللي حضروا الموقف حسوا بالرعب، لأنه كان أول مرة يشوف حاجة زي كده، والدماغ بتقاطع الواقع مع الخوف وبتخلق تجربة مرعبة حقيقية. الناس قالت إن المكان مسكون بالجن، وفي روايات عن لعنة دم في الخرسانة، ومسجد قديم كان جنبها. التحليل العلمي بيقول إن كل ده مجرد أسطورة، لكن تأثير المكان والظلام على الدماغ بيخلي الناس يحسوا بالخوف والرعب، وده فعلا شيء حقيقي. التجربة النفسية للمكان تخلي القصص تكبر وتتحول لأسطورة. في حد من سكان المنطقة قبل كده شاف ضوء غريب بينور من الطابق الرابع، كل ما يقرب الضوء بيختفي، وبعض الناس بيحكوا إنهم حسوا بوجود شخص واقف وراهم، حتى لما يبصوا ما بيلاقوش أي حد. ممكن يكون انعكاس ضوء من شباك أو من مصابيح بعيدة، لكن إحساس الرعب اللي حسوه حقيقي، وده اللي خلى الحكاية تكبر وتنتشر وتتعرف. بعد كل اللي سمعناه وبعد كل الحكايات اللي اتقالت، نرجع نسأل نفسنا سؤال واحد بس: هو الرعب ده حقيقي ولا احنا اللي بنتصنعه؟ عمارة رشدي مكان واقف في نص اسكندرية، مش في آخر الدنيا ولا في صحراء بعيدة. عمارة الناس بتعدي من جنبها كل يوم، بس قليل قوي اللي يبص ليها فوق، وأقل منهم اللي يفكر يدخلها. هل المكان مسكون فعلا؟ هو ليه ناس كتير قوي حست بنفس الإحساس؟ وليه الرعب كان واحد؟ وليه القصص اختلفت في التفاصيل واتفقت في الخوف؟ يمكن العمارة ما فيهاش جن وما فيش لعنة، بس أكيد فيها حاجة بتخلي قلبك يدق أسرع وانت واقف قدامها بالليل، حاجة بتخليك تحس انك مش لوحدك حتى وانت لوحدك. وفي الآخر العمارة اتسكنت والناس عاشت والحياة كملت، بس الحكايات عمرها ما ماتت، لسه بتتحكي ولسه بتتقال في الهوا، ولسه بتطلع في وش اللي يسمعها في نص الليل. ويمكن الرعب الحقيقي مش في عمارة رشدي، الرعب الحقيقي في انك تسمع القصة دي لوحدك في الضلمة، وتبص حواليك فجأة وتحس ان في حد واقف وراك، ولو حصل ما تبصش وراك. لو انت وصلت لحد هنا يبقى انت كملت معايا الفيديو للاخر. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفك ان شاء الله على خير، وسلام.